maasha allah maasha allah. sidaad arkaysaanba ninkan oo aad dhegeysan doontaanba, ninkan wuxuu caqiidadii ahlu sunnati wal jamaaca ayuu dib u qaatay. beri horena wuxuu ahaa nin nahaabiyada ka mid ah. markii uu fiirshay fiqiga, dhanka fiqiga, wuxuu arkay inaysan meel ay haystaan aysan jirin, oo niman hawadooda iyo naftooda la ciyaara ay yihiin. dhinaca markuu caqiidada fiirshay kaba daran, dhinaca sulowga markuu fiiriyeyna kaba daran. waxa uu hadda ka digaya waxa weye ummadda uga digaya in wadadaas khaldan ee qalloocan in la raaco. marka a'imadii islaamka in lagu daydo ayuu soo jeedinayaa. ilaahay baa mahad u sugnaatay, baadilkii ka soo celiyey, xaqa u soo celiyey. inta ku dhunsan khawaarijtan wahaabiyada ahna waxaan leenahay war meesha meel wax lagu hayo maahane, waa meel islaamka iyo nacaybka islaamka iyo diinta burburinteeda lagu haye. isaga soo noqda, baadilka ka soo noqda, xaqa usoo laabta insha allahu. taasaan ayagana leeyahay. war ila daawada sheekhaan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخوكم في الله أيمن الصوص من المملكة الأردنية الهاشمية، تحديدا من عمان، إمام مسجد خيرية حين القاسم في منطقة القويسمة. أحمل شهادة ماجستير بالفقه، وقد كنت مع الفرقة الوهابية أو التي تسمي نفسها السلفية المعاصرة وتنسب نفسها إلى السلف. وأكرمني الله سبحانه وتعالى بعد أن أمضيت 10 سنوات تقريبا أو أكثر قليلا مع هذه الفرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى لأتباعها الهداية كما أكرمني الله بهذه الهداية. وأنا والله لا أجد نعمة أكبر من أنني رأيت الحقيقة ورأيت الحق، واهتديت إلى طريق العلم والعلماء وأكابر أئمة هذه الأمة الأعلام، واهتديت إلى التراث الإسلامي الغني بكثير من العلوم الإسلامية. وهداني الله لأوليائه وطريق أوليائه، والحمد لله رب العالمين. والسبب في تركي للوهابية أو السلفية المعاصرة هي دراستي للفقه. وكما تعلمون طريقة الوهابية وأصول الوهابية تختلف تماما عن طريقة المذهبية. فلما درسنا الفقه والمذاهب إجمالا وعموما وقواعد وأصول، اختلف واضطرب لدي مذهب الوهابية، ووجدت كثيرا من التناقضات في الأصول والفروع عندهم. وهذا المذهب تبين لي أنه هش ركيك، لا يقوم على أصول منضبطة ولا على قواعد، ولا أصحابه أصلا متفقون. فالكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، وأنه مجتهد، وأنه يتحرى الدليل، ثم بعد ذلك نجد كل وهابي له مدرسة مستقلة. ثم إذا أردت أن تجمع مذاهبهم فإذا بها تفوق عشرات المذاهب هنا وعشرات المذاهب هناك، وكل شيخ له تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ يصبحون في المستقبل أئمة ويرجحون، ولديهم تلاميذ ويختلفون عن شيوخهم وشيوخ شيوخهم، وهكذا. هذه المدرسة تنقسم وتتشظى وتتلظى بنار الكتاب والسنة للأسف الشديد، كلها دعاوى باطلة. وهل اجتهاد المعاصر أولى من اجتهاد الأئمة المتبوعين المتفق على جلالتهم وإمامتهم؟ والله إنه لمن السفه، حقيقة إنه لمن السفه أن نترك الشافعي ومالك وأبو حنيفة
وأحمد رضي الله عن الجميع، ثم نتمسك ونتعلق بمعاصر يدعي أنه على الكتاب والسنة. ألم يكن الشافعي على الكتاب والسنة؟ أليس في ذلك كفاية؟ ألم يتبع كبراء الأمة الإسلامية مذاهب الأئمة الأربعة؟ لذلك إخواني تركتهم بالفقه، وبعد ذلك تبين لي أيضا تناقضهم في العقيدة، ولا مذهبية ولا منهجية في العقيدة، وإذا بالأئمة الكبار يخالفون هذه المدرسة تماما، فهي تصادم كافة المذاهب الإسلامية، كافة المذاهب الأربعة في العقيدة، يعني الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة. هذه المدرسة السلفية تخالف هؤلاء، وتدعي أن التأويل وأن التفويض شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وللأسف ما من يعني فرقة سابقة في الإسلام إلا تجد عندها التفويض وتجد عندها التأويل، ومذهب السلف حقيقة هو التفويض. بعد المراجعات والمدارسات والتحقيقات تبين أن مذهب السلف هو التفويض، وورد عن بعض السلف التأويل أيضا. فهاتان المدرستان هما الممثلتان للسلف. وحتى يعني إن قلنا أن التأويل مذهب الخلف فلا مطعن في ذلك، فلهم سلفهم وهم أيضا سائرون على مذهب السلف، لكن اقتضى الحال أن يؤولوا. إذن إخواني مدرسة السلفية المعاصرة فارقت الأمة في الفقه، وفارقتهم بالعقيدة، وفارقتهم بالسلوك. هذه دعائم وأركان الأمة الإسلامية: الفقه والعقيدة والسلوك، الإسلام والإيمان والإحسان. فارقتهم في هذا كله، لذلك فارقناهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي كل إنسان من هذه الطائفة ومن هذه الفرقة، ومن أراد الهداية يهديه الله، ومن بحث عن الحقيقة هداه الله، ومن دعا الله بصدق وإلحاح أن يريه الحق سيرى الحق. ونسأل الله أن يجمعنا وأئمة الهدى في أعلى عليين، إخوانا على سرور متقابلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.